طيب بعد التعاقدات اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها، هل انت شايف ان اداره التعاقدات في الاهلي وتحديدا امير توفيق مناسب لنادي بحجم طموحات الاهلي؟ طيب بص، احنا عشان نقول هو مناسب او ناجح او ما نجحش لازم ايه يبقى فيه اصلا يعني اساسيات معايير نرجع لها، نشوف اساسا هي عشان تجيب صفقات الوضع في الاهلي كان عامل ايه وبقى دلوقتي عامل ايه ورايحين ليه. زمان انت كنت بتجيب الصفقات ازاي؟ وكلاء لاعبين، صح؟ او المدرب شاف لعيبه عجبه، تمام، وده في لعيبه كتير الاهلي جابه ما كانش ينفع اصلا يمشوا جنب النادي الاهلي. دلوقتي بقى ايه؟ فبدليل ان ضايع منك رحيمي لو تفتكر، صح؟ جبت لعيب تاني هو مش رحيمي اساسا خالص، وما تقارنش برحيمي. ما رحمناش ليه؟ لا ما رحمناش. ليه؟ لان انت هنا كان ايه؟ انت بتعتمد على العين، او رئيس النادي يجيب، او مدير التعاقدات ايه يعجبه اللعيب ويجيبه، زي ما كان ايه المهندس عبد القيعي. انت شايف ان ده اتغير في الاهلي؟ شايف ان ده اتغير في الاهلي؟ طبعا. يعني لسه ما فيش سيستم كلام مع وكلاء تعاقدات. لاعبين او طلب من وكلاء لاعبين؟ لا ما هو بص، رشحوا لنا ناس والكلام ده عشان حاسس تجيب إن لعيب، بص، الجزئيه دي لسه موجوده ولو بنسبه يعني. ما هي لازم تبقى موجوده، بس الفكره هي الاساس بتاعي ولا هي عنصر من عناصر اللي انا بختار معاها. طب وايه اللي الاهلي دلوقتي بقى اضافه الاهلي غير لجنه السكاوتنج دلوقتي؟ ما هي اساس الفكره ان بقى عندك لجنه سكاوتنج. ما بقاش انا شفت ده كويس فبجيبه، لان انت في لعيبه كتير جت الاهلي وفشلت، صح؟ العيب فيها ولا في الاهلي؟ يعني ايه العيب فيها ولا في الاهلي؟ يعني العيب ان اللعيب فعلا ما استحملش، وزي ما بنقول في لجنه الاهلي تقيل عليه، ولا انا جبت لعيب اصلا ما يتناسبش مع طريقه لعبي؟ انا جبت لعيب هو قوته في مثلا في المرتدات، هل انا بلعب على مرتدات؟ لا طبعا. لما اجيب لعيب هياخد دي نقطه قوته، يبقى انا عملت فيه ايه؟ يبقى العيب فيه ولا فيه؟ بس فاقصد هي دي بقى الفرق. ان طب السكاوتنج على فكره ممكن شايف ان شادي حسين كان غلطه، يعني مش غلطه كلاعب، يعني انت جبته على سن مهاجم وهو ما كانش بيلعب في سيراميكا مهاجم، طب يعني دي غلطتك. هو كان بيجنح كان ويدخل لجوه ومش مهاجم، تمام. مش سترايكر، يعني حتى لما راح زيد بيلعب نفس الفكره، مش ظاهر زي سيراميكا. يبقى انت في تغيير في ايه يعني عشان برضو ما نظلمش، احنا جينا على شادي حسين في الحته لا دي. صح. لا هو مش سترايكر صريح، مش مهاجم صريح، يبقى اللي انت ظلمه جيت حطيته في المركز ده، يبقى اللي ظلمه كولر انت، ما يعرفش. مش ان هو يعني كولر يعني ده مش الفلانه دي عليه انا اللي ظلمته، صح؟ عشان جبت ايه مش مناسب. جزء من ده وجزء من ده. اوكي معاك، مش هختلف. فنيا لو بنتكلم في ان احنا بنختار صفقاتنا، انت قلت لي مش هجيب واحد بيلعب مثلا مرتدات وانا مش عايز كده. انا معاك ان شادي حسين الفكره ما كانتش المشكله في اللعيب بس، في جزء ممكن تقصير من اللعيب، وفي جزء كبير قوي من ان انت جبت لعيب اسلوبه مش مناسب للبروفايل اللي انت عايزه او للمدرب عايزه. تمام، ده واحد. انت دلوقتي بقى عندك سكاوتنج، وبقى عندك لجنه تخطيط، وبقى عندك برضو الكابتن خطيب ده عشان برضه ليه رأي، تمام، مع ايه مدير التعاقدات اللي هو في الاساس شغلانته مش انه يجيب اللعيب، انه يختار اللعيب، هو شغلانته انه يخلص اللعيب. طب ما هي برضه حته لجنه التخطيط دي حته قديمه شويه، يعني مع احترامنا كل الناس اللي فيها ناس فنيين عاليين جدا، بس خلاص هو دلوقتي بقى في مدير رياضي، ما بقاش في لجنه بحالها. حتى كولر سكاوتنج يعني حتى مش عايزين حته انه نتكلم في الحته دي كتير، بس كولر نفسه بيزهق من فكره انه يقعد من اجتماعات طويله ويقعد يتناقش مع كذا حد في الموضوع، في الاخر خلاص مش ده اللي بيحصل. هقول لك الاهلي دلوقتي بيحاول، يعني الاهلي بيطور، عارف انت المثل اللي بيقول لك اللي اتلسع من الشوربه وبينفخ في الزبادي. الاهلي يعني اتدبس في لعيبه كتير قوي وما نجحوش، فالاهلي من كتر ده فبدا يعمل ايه، بقى عنده البروسيس بتاعه اكتر من اللعيبه. عشان اقول ده تمام لازم ايه، اولا السكاوتنج يقول لي اعتمد مناسب لطريقه اللعب، ثانيا المدرب يعتمد، ثالثا لجنه التخطيط واللي فيها برضو الكابتن خطيب ايه تعتمد. فانت كده عندك 4 مراحل لعيبه عدل، فيبقى نسبه ان اللعيب ما يبقاش موفق معاك ايه قلت. هو ده اللي بيخلي الاهلي يبقى بطيء جدا جدا في اي مفاوضه، ممكن ده بيعدي على كذا حد منه. بس لا، في جزء تاني انا برضو ده امير توفيق مظلوم فيه. احنا عشان نبقى اتكلمنا الاول، احنا الفكره ازاي بنختار قلناها تمام. تاني حاجه انت دلوقتي عشان بقى تخلص، ما انا اخترت مثلا البنا وهخلص فيه، عشان تروح تخلص ده محتاج حاجتين، حاجه امير مظلوم فيها، وحاجه امير محتاج يتطور فيها. اللي هو مظلوم فيه ايه؟ انت البطء ده مش بتاعه. لا برضه استنى، انت قلت دلوقتي برضه في اكتر من ايه من مرحله بتعدي فيها، بس هفترض ان الاهلي سرع المرحله دي في حاجه انت مش بايده، الا وهي الدولار. سيوله الدولار ده 1، 2 قيمه الدولار. انت الاول الاهلي كان بيدفع 1.5 مليون دولار للاعب في الموسم عادي مرتاح، ممكن تصل 700 و800، كنت تدي ال2 مليون لو لاعب فلت، صح؟ لان وقتها كان الدولار عامل كام.
كان الدولار مثلا 10 15 كنا في الرينج ده صح. فاللي انت تديني 2 مليون دولار يعني كام مليون مصري؟ 30. دلوقتي انا لو اديتك مليون واحد بكام؟ قرابه ال 50. فانت الكفاءه الماليه اللي كانت معاك في الاول ما بقتش ايه، قلت. ده واحد. اتنين، خد بالك دلوقتي انت كان مرتباتك بعد ما بقت مليون وي، فانت كنت برضه ده عامل جذب للعيبه، خد بالك، وبيسهل عليك المفاوضات. معلش انت لما تكون بتاخد 200 300 الف دولار وانا اقول لك هديك مليون ونص، ده حافز ولا مش حافز؟ فهتاخد فلوس وهتاخد بطولات، فده يشجعك ويسرع وتيره التعاقد. انا دلوقتي بقول لك انت بتاخد 200 300 هتاخد 600. فانا دلوقتي المسافه دي بقت خلاص، بقى اللعيب اللي هيجي لك اللي عايز يجي الاهلي هو اللعيب اللي بالنسبه له الاهلي حلم. بس لان انت برضو في معطى تاني انت مش واخد بال حضرتك منهم، في ناس كتير مش معلش حضرتك بقى قلت لك قدام الكاميرا بحس ان واحد تاني مسحوب. انا دلوقتي في الدوري السعودي هروح العب مع كريستيانو، هروح العب مع نيمار، وهاخد ارقام كرواتب فلكيه مقارنه بيك. فبقى في منازع ليك ومنافس ليك كبير قوي. بس حتى الانديه السعوديه بقى عندها مدير رياضي وبيجيبوا اجنبي كمان عشان أيوة. ياخد دماغهم، عايزين يطبقوا الفكره فجايبينها من بره. عارف انت، هو بقى عنده امكانيات وفلوس، هو عنده امكانيات من اللفه. احنا بس الاول عارف برضو ما كانتش ايه. احنا عايزين نحط يعني نحط سبوت كده على فكره اللي ايه البطء اللي بيحصل في المفاوضات. انا بقول لك دلوقتي هي الفكره في ده، ما هو البطء ده، ما انت شغال تقول ايه المشكله في البطء، المشكله في البطء، ما انت اذا عرف السبب عايزين بطل العجب. انت دلوقتي لما انت تعرف انا بطيء، انت شغال تقول لي عوامل انت بطيء انت بطيء انت بطيء. طب ما لما تعرف انا بطيء ليه هتبقى تقييمك موضوعي. احنا مش موضوعيين في التقييم. انا برضو ما بقولش ان امير ما عندوش جوانب ضعيفه، بس انا بدات لك بالجوانب اللي هو مظلوم فيها وان دي مش بتاعته. جانب ان في اكتر من اداره، والجانب تاني ان ايه الكاشات بتاعتك ما بقتش زي زمان، زي ان في ناس تانية بتدي كاشات اعلى. هيجي يقول لك طب ما انت خش في الصفقات، حد تاني هيجي يقول لك خش في الصفقات اللي انت حاليا ميزانيتك تسمح بيها. اللي هم مين بقى؟ ما انت بقى ادخل في المعضله، خليك في الليفل ده. ما بص انت دلوقتي عندك معضله. عارف ايه؟ عارف انت عايز احسن لعيب باقل سعر، وده مش صح. ما هو دي استراتيجيتك انت كده ماشيه غلط. انت مش غلط. والاهلي ممكن يفتح الميزانيه وما يصدش. ايه رايك انت عايز الاهلي يحصل فيه زي نوادي تانية يجي له قواضي ويتوقف ايه القيد بتاعه؟ عشان كده ما هو ده انت ما تخشش بقى انت كنت ماشي في ليفل الدولار خلاص قيمته اتغيرت تمام. يعني الغي الطموح، ما نافس، ما تلغيش الطموح. يبقى بعمل ايه؟ هتعمل زي انديه زي سان داونز للناس اللي بتدور على لعيبه بامكانيات عاليه بس اماكن ثانيه واسعار اقل. الاهلي ما عندوش الرفاهيه دي التجربه اللي بيتحقق بالسكاوتنج. ماشي، لسه تجربه السكاوتنج مفيش بالظبط. يبقى احنا نشوف يبقى نشوف ان اللعيب عندنا برضو ما لعيب عندنا. ما لا بالعكس، ما انا بطور. احنا عندنا بطء ليه؟ عشان احنا عندنا الجديد والقديم في نفس الوقت. عايزين حته لجنه التخطيط اللي هي الاستشاريه اللي بناخد رايها وايه رايك في اللاعب ده ويقعد يقيمه ومش عارف ايه، وعايزين لجنه سكاوتنج اللي بتبص على اللعيبه وتختار. لجنه السكاوتنج بتجيب لعيبه حلوه جدا. ايوه، من ضمنها مثلا موليكا اللي قعدنا نتفاوض معاه كتير، بس احنا جايبينه اساسا وهو سعره فوق ال 3 مليون. طب اتفاوض معاه ليه؟ اضيع وقت في التفاوض معاه ليه؟ ما لازم ابقى بطيء، مش هوصل معاه لحاجه. عارف انت كان بيبقى عندك امل انك ممكن ايه تهربها. وهو انت بص، هي عارف انت هي غصب عنك، انت هتسيب احلى حاجه يعني، بس في نفس الوقت الظروف بتاعتك او امكانياتك الماديه مش بتاعتك، فانت بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول تعصرها تجيبها. حط ده ليه في الحط وضيفه واقعد تتفاوض فيه براحتك، بس ما تحطش للناس الامل فيه. ايوه، يعني ما تقعدش تقول للناس انا هجيب ملكه. ايوه، خليك تتكلم في لعيب تاني يعني تقدر تجيبه بسهوله، وملكه بتتفاوض معاه في نفس الوقت. لو جه ايوه هتقول للناس ده جه خلاص، اللاعب ده جه وارد. الجانب بقى اللي الامير عنده مشكله فيه ولازم يتطور فيه جانب الاقناع. هو برضه خلينا نتفق انه برضه في الماديات هو شاطر. ليه؟ الاهلي الاول برضه كان كتير ايه بيدفع مبالغ كبيره قوي في الاول. دلوقتي الامير حط فكره ان انت بقيت بتاثر على سنه واثنين وثلاثه، فدي بقت بعد كويس جدا. هو هنا عارف ان ظروفك وحشه، انت ما تقدرش تدفع الرقم الكبير ده على سنه، بس تقدر تدفع على 2 وعلى 3 وعلى 4. فهو بدا يحط البعد ده، فدي حاجه تحسب له وهو شاطر فيها قوي. لكن اللي هو مش شاطر في فنون الاقناع ده اللي امير عنده مشكله فيه، انه محتاج يطوره فنون الاقناع. اكبر دليل دي حاجه ممكن دليل. تنزل في راتب اللاعب، ممكن تخلي تقنع نادي بقسط، تقنع نادي، ممكن تسرع الوتيره كمان، ممكن. ما هي دي يعني هو جزء من البطء، بس مش لوحدها. جزء من البطء مرتبط بامير في حته التفاوض. ان انا دي بقى اللي بتزعل الناس. ايوه، من امير تحديدا، ان هم عايزين مثلا بدل الناس تانية بديله ليه،
وبيقولوا امثله باسامي معينه. هيثم عرابي لما اتسال على حته انت ازاي جبت لاعب بالسعر ده، قال له ان القرار السريع، الاداره قالت لي يلا. الحته دي لو هيثم عرابي موجود في نفس موقف امير توفيق ما كانش هيلاقيها. ايوه بس ماشي، لان القرارات الاداريه في الاهلي بتاخد وقتها، مش هننكر حاجه زي كده. خلينا نتفق ان برضه في فرق بين المؤسسين، لان في مؤسسه بتدير وبين فرد بيدير برضه. مش دايما اداره الفرد صح. انا مش بقول لك انا في مش دايما صح ان انا يلا، ما يلا ده وارد تشيل لعيبه كتير قليله، صح ولا لا؟ ممكن كان يجي الصفقه ما تبقاش ناجحه. اكلمك في ان جزئيه السرعه على اساس والبطء، تمام، جزء منها خلاص حته المفاوضات اللي هي شاطر فيها مثلا واحد زي هيثم عرابي. ممكن امير توفيق ما يكونش بنفس الشطاره، ايوه، وامير توفيق يكون منظم اداريا وعنده مميزات تانية، تمام. لكن الجزء الثاني من البطء ده ان انا مش حتتي، مش حته ان انا اللي بطيء، والله انا القرار بيجي لي متاخر، تمام. ما احنا بنقول ان هي ده من الانصاف ان انت تقول ايه البطء ليه اكتر من سبب، انا منهم بس انا مش كله بالظبط، ده الصح، تمام. يعني امير توفيق ما يشيلش الليله مش كله، فعشان كده ايه بس لما تيجي تقيم لازم تحط كل ده في اعتبارك. شايف هو مناسب بس يكمل الحته دي، ولا انت هتجيب حد؟ هو لازم يشتغل على، لو هو هيكمل انا ما عنديش مشكله انه يكمل، بس عندي مشكله فكره انه ايه اما يبقى معاه حد شاطر قوي في فكره الاقناع، لان هو في الحته دي واضح ان في ضعف. بدليل مش انا اللي قلت اتنين قالوا، المهندس عبد القيع لما قال ان هو لما كلمه في وسام ابو علي وقال له انه مش مقتنع، قال له يا امير احكي له على الاهلي وتاريخ الاهلي وبطولات الاهلي. هو انت محتاج حد يقول لك حاجه زي كده؟ دي اساسيات، دي الف ب، ده انت لازم تبيع لي حلم. وفي لعيبه وفي انديه بتحب ان انت تروح لها لحد عندها الحته دي برضو. في ناس بتقعد تقول لك لا عادي اشتغل اونلاين واشتغل زوم ميتنج لا مش كل اللعيبه هتوافق او الانديه تحديدا كمان مش هتوافق في المفاوضات انك تقعد تتكلم معاها زوم بس. ده صح، انا معاك في ده قوي، ان انا فعلا انا ممكن ابدا الكلام في الاول اجس النبض من بعيد، لكن عايز اخلص روح وخلص. فكره ان انا من هنا دي برضه مش برضه انا مش حاببها ومش حاسس. بس برضه في المقابل احنا عندنا برضه في تطور جامد جدا في الدعايه للصفقات والاعلان. الاهلي برضه عامل شغل عالي قوي برضه ضمن الانصاف، يعني زي ما انتقدنا يعني لا وزي ما انتقدنا النادي وانتقدنا امير حته. انا دلوقتي عندي النادي في الصفقات الجانب الدعايه والاعلان. الاهلي بعد ما كان احنا في مصر هنا متاخرين قوي في الحته دي، كان السعوديه فارقه عننا قوي ما شاء الله. دلوقتي لا، الاهلي احنا بقينا بنستنى التيك تاك، كلنا بنستنى القصه والحدوته اللي هتتحكي النهارده، مش مجرد صفقه بتيجي ما تعجبناش كمان. لا مين قال؟ لا بالعكس، الجمهور عامل ملايين. هو عارف انت خلاص انت واصل لليفل ان انا عايز بقى لسه بالجو مش على مزاجي. بس عارف انت مش في الحلو والوحش، انت في الحلو والاحلى بالظبط، تمام. فلا في ده بس برضو الجانب ده بقى مهم جدا. والاهلي على فكره بقى بيعمل منه ارقام ملايين مشاهدات، وده اصبح استثمار في العصر الحديث. احنا في السوشيال ميديا هي مش مجرد. فاكر النصر السعودي كان بيحتفل ان هو عدى بقى اكتر نادي عربي عنده متابعين وكده عشان عدى الاهلي، يعني مجرد موضوع كريستيانو رونالدو ده. لان وهو عنده كريستيانو، انت ما عندكش كريستيانو بس انت عندك رصيد شايله، تمام. انت برضو عندك حاجه تانية برضو مهمه، الا وهي ان انا دلوقتي كنت الاول بصراحه يعني الصفقات كانت اخرها صوره اخرها فيديو برضو ايه مش فاحنا اشتغلنا على ده وطورناه، بس برضو في جانب تاني محتاجين نطوره، الصوره بتاعت التعاقد. يعني انت لو جيت تتفرج على الصوره بتاعتنا في التعاقد اللي كويس ان بدا زي اوروبا وزي الخليج بيطلع مدير التعاقدات يقف يتصور مع اللعيب، بس احنا الكادر الرمادي بس كده وما فيهوش حاجه حتى من هويتك انت البصريه بتاعت الاهلي. الاهلي الهويه البصريه بتاعته مش الرصاصي، الاهلي الهويه بتاعته هي الاحمر واللوجو بتاع انت حتى لو تعملوا جرافيتي على الحيطه بس في الهويه بتاعته. في حاجه ناقصه الاهلي ناقصه هتكمل حته الدعايه اللي بنعملها في السوشيال ميديا دي حلوه. ان كل الانديه دلوقتي لما بتيجي تعمل تتعاقد مع لاعب في مؤتمر لازم يتعمل بعدها، ده جزء اوكي. الجزء الثاني الاهم بقى تقديم الصفقه في الملعب والجمهور يجي. الموضوع ده بيبقى اصلا مربح جدا 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 ودعايه قويه جدا. وعايز اقول مش انديه اوروبيه بتعملها، ده لسه جايب كريستو قدموه في الملعب، حركه ذكيه جدا فعلا. احنا غايبين عنها اتاخرنا عنها، محتاجين يعني وبيع تيشيرت اللعيب اللي لسه جاي جديد. الحاجات دي خد بالك دي مداخيل بالظبط، دي مداخيل النادي اساسا اللي هو ايه. انا ممكن في يعني في انديه بتلم اصلا ثمن الصفقه في الحاجات دي، سواء في الدخول. انت حتى لو عملت رمزي انت كده ما كانش جاي لك الفلوس دي جبتها. برضو زي ما قلت لك انا عايز برضو المسؤول عن الجانب ده الميديا، ان الصوره اللي بيطلع فيها مدير التعاقدات بتاعي ان انا قيمه النادي الاهلي تبقى قيمه النادي الاهلي. اتفرج على الهلال السعودي،
اتفرج على النصر اللعيب وهو بيتصور كده في لوكيشن محترم، خلفيه باك جراوند بتاعه محترم يليق بيهم. فكذلك الاهلي زي ما انا عندي حاجات قلت كويسه، كمان الفيديوهات تمام، الصور بقى هي اللي بتنزل بعد جدا. كده. انا ما عنديش مشكله في الفيديو، انا مشكلتي في الصوره اللي بعد كده باجي منزلها على السوشيال ميديا وليه تم التعاقد واكتب فيها التفاصيل، او بنزل صوره اللعيب ما عندوش التعاقد بتاعي، هي مش بنفس الليفل. عارف انت انا عندي حاجه دايما احنا قاعدين بنقول الجمهور اللي بيبقاش راضي، فانت بتتكلم في جزء يعني الاهلي دي ميزته. الاهلي وهو بينجح بيفكر ازاي يطور. الاهلي ما بيستناش يقع عشان يطور. مشاكل العالم الاول يعني على شكل الصوره. انا بتكلم في الحاجه، في الجزئيه اللي ناقصه الاهلي فعلا، اللي هي زي ما قلنا دلوقتي الحته المربحه فعلا. قدم في ملعب وجيب الجمهور يحضر، الجمهور بيبقى نفسه يحضر. ده الجمهور زعلان جدا مش هيستلم درع في الاستاد. فانت لما تجيب له صفقه جديده نفسه يعمل لها حاجه برضه هي فيها افكار كويسه على فكره. ممكن اعملها كمداخيل، لو احد اعملها في العالمين كمداخيل مفيش مشكله، واعمل برضه في التتش، او اعمل في استاد القاهره واعملها بسعر رمزي للجمهور. هبقى ضربت عصفور بحجر، هتبقى ممتازه جدا. دي حاجات تجيب. فهو بص لما تيجي تقيم بقى امير توفيق، حط كل المعطيات دي وبعد كده قيم. لكن ما تجيش تقول حلو ووحش بناء على جاب اللعيبه اللي على مزاجك ولا لا، لان في لعيبه كتير جد مش على مزاجنا وما كناش نعرف عنها حاجه. واهمهم وسام ابو علي، انت لو كنت تعرف عنه حاجه ولا ايه، ولا معلش يعني كلها ما كانتش انت مقطع الدوري ايه لا السويدي ولا الدنماركي ولا اي حاجه، صح؟ ما كناش عارفين ده مين، وفي المقابل جه لعيب كسر الدنيا. ففي حاجات كويسه وفي حاجات مش احسن حاجه لازم ندورها، بس وهي دي ايه. تفتكر بقى ميركاتو الاهلي خلص كده ولا لسه ما خلصش؟ لسه. الاهلي ما تاملوش لغايه اخر دقيقه. الاهلي بلس 90 فكره، مش في ماتش بس، تعاقدات كام في كل مكان. طيب خلينا نشوف.